معهوش اللضا. بنقول الجملة دي على الناس اللي محلتهاش حاجة، الناس الفقيرة جدا. لما نشوف حد فقير او محتاج نقول عليه ده محلتوش اللضا، ولكن ما نعرفش يعني ايه اللضا دي. كان زمان الناس يروحوا اي محل محتاجين منه اي حاجة، وياخدوا كل اللي هم عايزينه من المحل، ولما صاحب المحل او البائع يقول لهم فين الفلوس يقولوا له ما معناش غير اللضا. والبياعين او اصحاب المحلات كانوا يلموا العملة دي ويروحوا بيها بيت مال المسلمين وياخدوا منهم قيمة المنتجات او المبيعات اللي باعوها للفقراء فلوس، ويرجع بيت مال المسلمين يوزع العملة دي تاني على الفقراء. واللضا ده كانت عملة نحاسية مصنوعة من النحاس الأحمر. كان بيت مال المسلمين بيصكها أو بيصنعها ويوزعها على الفقراء مكتوب عليها الله ضامن. وفضلوا الناس يحرفوا في جملة الله ضامن إلى أن وصلت للجملة الشهيرة اللي احنا بنقولها على الناس اللي ما حلتهاش حاجة، ما معهوش غير اللضا.